اتعاد اللقاء بعدها ب3 ايام يوم الثلاث 22 مايو 73 واتفرجت عليه في التلفزيون. رجعت بقى الابيض واسود تاني. الفريقين تقريبا لعبوا بنفس التشكيل مع يعني ممكن تغييرات طفيفه جدا. انا فاكر ساعتها بقى كنت قاعد بتفرج على المباراه وكنا لسه جايبين انتريه جديد بقى. الاهلي اتقدم في الدقيقه 20 بهدف بضربه راس للخطيب. ساعتها كنت بشرب كوبايه عصير ليمون من فرحتي، قمت فكوبايه العصير الليمون اتدلقت على الانتريه الجديد. ولكن بعدها تعادل الاتحاد بهدف شحته من تسديده بعيده المدى خدعت الاكرامي، والكلام ده كان في الدقيقه 33. وفي الشوط الثاني سجل الجارم هدف في الدقيقه 52 ليتقدم الاتحاد 2-1، وظل الاتحاد يدافع والاهلي بيهاجم لحد ما انتهى اللقاء بفوز الاتحاد على الاهلي 2-1، والاتحاد بيحقق لقب بطل كاس مصر 73. طبعا وقتها انا كنت في منتهى الحزن، كانت اول صدمه ليا على المستوى المحلي. وراح فريق الاتحاد السكندري الفائز بكاس مصر لحضور الحفله والعزومه اللي عاملها العندليب عبد الحليم حافظ في بيته. وطبعا بقى شهدت مدينه الاسكندريه افراح واحتفالات بقى لا توصف، بدايه من استقبال فريق الاتحاد وهو راجع اسكندريه من القاهره، وطبعا طافوا بالفريق شوارع اسكندريه وسهروا للصبح، واستمرت الاحتفالات ايام. وانا فاكر الحفل الساهر اللي اقيم بالاسكندريه احتفالا بفوز الاتحاد بالكاس، واحيته الفنانه ورده وغنت اغنيه بلاش تفارق. وفاكر انا كاس مصر كان بيزين المسرح ساعتها، وطبعا فاكر الهتافات ساعتها: اقروا الفاتحه لابو العباس، يا اسكندريه يا احسن ناس، والاتحاد فاز بالكاس.